السلام عليكم. رسميا فصل النجم الصاعد لفريق كلوب بروج البلجيكي في مستقبله الكروي على مستوى التمثيل الدولي. فرسميا أصبح شمس الدين الطالبي لاعبا في صفوف المنتخب المغربي. أسود الأطلس استفادوا من هذا الشاب بعد أن قام بتغيير جنسيته الرياضية، بما أنه سبق له وأن حمل من قبل ألوان المنتخبات السنية الشبانية للمنتخب البلجيكي لفئات أقل من 15 أقل من 16 وأقل من 18 سنة. شمس الدين الطالبي البالغ من 19 عاما بإمكانه الانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي بداية من التربص القادم ومباراتين القادمتين في إطار تصفيات كأس العالم أمام كل من منتخب النيجر وأمام أيضا منتخب تنزانيا، واللتان ستلعبان يومي 21 مارس وأيضا 25 مارس بمدينة وجدة المغربية. المنتخب المغربي يكون قد خطف جوهرة من الجواهر المستقبلية، بما أنه يعد حاليا نجم صاعد في فريق كلوب بروج وسجل 5 أهداف مع الفريق البلجيكي، كما تألق بشكل لافت في دوري أبطال أوروبا خاصة في المباراة الفاصلة الأخيرة، حيث قاد فريق كلوب بروج للعودة ببطاقة التأهل من إيطاليا على حساب نادي أتلانتا الإيطالي، بعد أن تمكن من توقيع ثنائية. واختير أيضا رجل المباراة شمس الدين الطالبي البالغ من العمر 19 سنة، مولود في بلجيكا، وكان بإمكانه أيضا اختيار اللاعب للمنتخب البلجيكي القوي، لكنه اختار الانضمام إلى صفوف أسود الأطلس المقبلين على تصفيات كأس العالم، وأيضا المشاركة في الدورة النهائية القادمة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، والتي ستحتضنها المغرب في نهاية هذه السنة وبداية سنة 2026. كان هذا كل ما يتعلق بأخبار هذا النجم الصاعد. شكرا لكم، رمضان مبارك، دمتم أوفياء. لا تنسوا الانضمام إلى قناتنا، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد يتعلق بمختلف الأخبار الرياضية، سواء كرة القدم أو الرياضات الفردية والجماعية الأخرى. دمتم أوفياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.